تصريحات مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي لهذا الأسبوع: إنني مستعد للجلوس مع الجماهير في طاولة واحدة لنتحاور ونتناول حلويات ومشروبات في نفس الوقت. إنني مستعد لمواجهة أحسن الفرق وأعلم ما أتحدث. بن داود ودريس وبوعالية ونشاط هم مستقبل الفريق وسيبهرون الجميع. اللاعب الإفريقي رأيته مرة واحدة وراني درت فيها النية وسأحكم عليه في الميدان. استخدمنا لاعبين يمتلكون مستوى فني جيد، وموبيليس وضعت كل الإمكانية المالية والمعنوية الجيدة للفريق. يمكن أن يقوم المناصر بعرض لاعب يكون مستواه جيد وسنستخدمه إن كان جيدا للفريق. لا وجود لأي مشكل مالي بخصوص استخدام اللاعبين، ولكن لا يوجد لاعبين يستحقون قيمة مالية ضخمة في الجزائر. أنا مدرب جزائري أمتلك خبرة في الميدان وأعرف الجانب التقني والفني والنفسي، وهناك عدة مدربين يعتمدون على الطريقة الدفاعية ونجحوا فيها. قائمة الفريق مفتوحة لاستخدام الجدد أو تسريح بعض اللاعبين من هذه التشكيلة، والميدان هو الذي سيفصل بيني وبين اللاعبين، وإنني راض عن ذلك. فقط أطلب من جمهور شبيبة القبائل الصبر على الفريق، ولابد عليهم تفادي الضغط. يمكن أن نخطئ في لاعب أو لاعبين وليس في 10 لاعبين. هناك احتمال أن نواجه مولودية البيض أو نصر حسينداي وديا هنا في تيكشتا. أنا بصدد بناء فريقين، الأول متكون من الشباب والثاني من أصحاب الخبرة. إننا في تواصل مستمر مع مسؤول الاستخدامات إبراهيم الزفور. لم نضبط التعداد بعد، وهناك احتمال لتسريح بعض اللاعبين الذين أمضوا على عقودهم. هناك بعض الاستخدامات جلبهم المناجير زفور لأنني لا أعرفهم، رغم أنه يتشاور معي في كل شيء. نحن بحاجة إلى لاعبين أو 2 من أجل غلق القائمة نهائيا. وأما فيما يخص تعيينات الفريق والاستخدامات، ففريق شبيبة القبائل يعين سليم مناد شقيق المدير الرياضي لشبيبة القبائل جمال مناد كمسؤول عن الفئات الشبانية. والقضية الأخيرة في هذا الفيديو فهي قضية اللاعب الغاني ماكسويل باكو، الذي كان من المفترض انتقاله إلى شبيبة القبائل بعد اتفاق إدارة اتحاد خنشل على تسريح اللاعب إلى شبيبة القبائل، لكن الآن قررت التراجع نهائيا عن فكرة بيعه، ومن المفترض أن اللاعب سيكمل موسمه مع فريقه الحالي. في الأخير من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو ليصل إلى مناصري شبيبة القبائل. شكرا لكم وإلى اللقاء.